سلام قبيلات، كيف راكم دايرين؟ كلشي مزيان كما العاده. مرحبا بكم في قناه الحصار بنت الغربه او مطبخ الحصار كما تشوفون. اليوم جيت باش نوجد مع الكبيدات ديالي اللحم بالبرقوق، واجد على الطريقه د العراسات. كتجي المريقه معلكه وكطلع غزاله. ندوزو المقادير كما تشوفوا. المقادير الكبيدات عندنا هنا اللحم بالي، كاين واحد رزيمه صغيره ديال المعدنوس اللي موصوله ومقبوطه باش ترخي هذاك المذاق، وغادي نحيدها من بعد. كاين واحد 3 د الفصوصات الثومه صغارين اللي مطحونين بالي. كاين السمن مالح اللي دائما نخدم به موجوده على يدي. كاين الخرقوم شعره اللي فزقته في الكاس مع عامر ديال الماء سخون. وبالنسبه للزيت انا كنخاف منه، ما كنقويش الزيت، عندي مخلط زيت البلديه، زيت الزيتون وزيت الروميه بالي الخيراسول. درت غير شي شويه باش الزيت مع اللحم نتوما كتعرفوا كيكون فيه شحمه ولا هكا، ما كنخاف من الزيت انا. كاين هنا بالي الكبيدات، كاين معلقه صغيره ديال القزبر مدقوق، كاين الراس ديال المعلقه ديال القرفه، كاين معلقه ديال العطريه ديال اللحم، كاين الكولور او الملون يعني الخرقوم كولور او ملون بالي، كاين واحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير، كاين الملح، كاين واحد راس المعلقه ديال راس الحانوت بالي، كاين معلقه الخرقوم البلدي، والراس ديال المعلقه ديال البزار او الفلفل الاسود، ومعلقه سكينجبير بالي. هنايا انا اللحم يعني غنطيبو حتى الغدا، من الاحسن البنات توجدوه على الليله قبل تبيتو في الثلاجه. كناخذ واحد الطبسيل غارق ساده، كنهبط هاد اللحم هكا بالي البنات. بالنسبه للعطريه كنكبها هكايا كامله حيت انا بغيت نشرب من اللي عندي مهم. كاين الثومه بالي، بالنسبه هنا حطيت الثومه. القزبر غادي نضيفوه حتى من نبغي نطيب، ماشي دابا، انا غير وريتكم القوام كامل. كنكب هاد الكاس اللي ما عامرش ديال الخرقوم شعره بالي الكبيدات. الزيت ما غنحطوش دابا، انا وريتكم عين العبار بالي. الزيت انا نبغي نطيبو، اللي عندي انا مهم العطريه ندخلها كامله هكا في هاد الحيمات هادو. ملي كنخلط البنات العطريه هكا كناخذ واحد المعلقه وكندير السمن المالح في الاول بالي. كيبات السمن المالح مرقد الكبيدات في اللحم مع العطريه. ما بغيتوش ديروا سمحوا لي، ما بغيتوش تقيسوا بيديكم بالعطريه ولا شي حاجه، ديروا وانطيس. نتوما تعرفوا راه كلشي العطريه كامله فيها كاسيت خرقوم نورمالمنتي، يعني باموس نورمالمنتي راه يدك غتولي صفرا، ولكن ماشي مشكل. من تخرج شهيوه زويونه وواعره ويجي اللحم مدغمر وكفحال ديال العراسات وشهوه منه، ما يبقاش فيك الحاله لا تكرسي يدك بالخرقوم. غادي نحطو في الثلاجه. انا غطيته بالسلوفان حيت واحد الليله باش يعني ياخذ يعني العطريه ديالو. كنتو زعما مزروبين وجاتكم الدقه على غفله وبوينتكم على غفله، مرحبا بهم. تقدروا توجدوه بلا ما صايبتو داكشي تشرملوه هو الاول، ولو تعطيوه غير ساعه د الوقت يتشرمل يبقى في العطريه من الاحسن. اللحم كل ما كانت شرب العطريه هما والدجاجيبات مرقدين كل ما كيطلع يعني كيطلعوا بنان صراحه الله. هنا دابا غندوز حتى غدا ندوز معكم. اللحم بايت في الثلاجه بهذه الطريقه هذه، كيرخي داك الماء ديالو بالي والعطريه كتزيد تشرب. غندوزو ناخذ واحد الكوكوت كما تشوفوا، واحد كوكوت بالي. نبط هاد اللحم هنا بسم الله. دابا انا هنا غنحطو يتشحر مزيان ويتقلى مزيان، ديك العطريه تدخل بلا ما وجدت البصله وداكشي. وندوز معكم النار تشحر كما تلاحظوا بالي. كاين هنا البصله اللي مشلوضه رقيقه بالي، كنحطها هنا الفوق. كاين نص كاس ديال الزيت ما عامرش، ما واصلش نص كاس ديال الزيت البلديه اللي مخلط، هو الروميه اللي كنت وريتكم البارح باش نشر من اللحم. وكاين المعدنوس اللي قلت لكم مغسول ومقبض. المعدنوس من بعد يرخي غير المذاق وغادي نحيدو ما غاديش نكون به. اللحم بالي قبل ما نمرقو خليه يزيد ديك البصله تذوب. البرقوق اللي غسلته من الغبره فزقته ضيجه خليته في الماء فازك وغسلته من الغبره بالي. كاين واحد الكاس د اللوز غنحطو يتسلق، وحتى البرقوق غنحطو يتسلق. باش ما نطولش عليكم حاولت ما نديرهمش معكم في الاول باش ما نطولش عليكم الفيديو بالي. انا هنا كناخذ المطايب
وكناخد في واحد الكاسرونه عاوتاني المطايب. هنا كنحط البرقوق وكنزيد عليه واحد القبيصه د الملح رشيشه بالي البنات. وهنايا فهاد الطاوه حتى هي عندي المطايب كنحط هاد الكاس ديال هنا اللوز باش غيتسلق بالي. غادي نقشرو وندوز معكم ونصف فيه من الماء. ملي تقشر غنحطو فواحد الشبكه حتى يتقطر من الماء عاد ندوز معكم. وبالنسبه هنا من غنشوف انايا بالنسبه للبرقوق طاب خصو يتنفخ ويكون قبض راسو. غندوزو للمرحله الثانيه ديال البرقوق باش نعسلوه. كتشوفوا الكبيدات هنا البصله عندنا تكون دابز كما تشوفوا. كناخذ واحد الكاس د الماء طايب من الديبار. هي يعني المريقه ديالنا راه كترخي الماء بالي. انا هنا غنسد الكوكوت بالي الكبيدات غادي نسد عليها وغنخليها نص ساعه طيب يعني على بوطه ناقصه. كل ما طابت اللحم او الدجاج على بوطه ناقصه بالضبط اللحم كيتفكك كيجي غزال بالي البنات. غنخليها على بوطه ناقصه وانتم عينكم ميزانكم رغم ذلك ما تامنوش. مره حركوا الكوكوت لا تحسوا بها نشفات ولا شي حاجه ضغمرات وعطاتكم شكل اللي باغي حيت نتوما صافي طابت ونشفات والمريقه اختارت صافي حتى تما خليوها. ناخذ واحد 3 د البيضات يتسلقوا حتى هما. نتوما تقدروا ديروا على قد المقياس ديالكم بالي البنات. ندوزهم البوطه ندوز معكم. كيكون هنا البرقوق بالي طاب وتنفخ على هذا الشكل هذا. معلقه صغيره ديال القرفه وميه عادي 2 طوبات ديال السكر مقصص. انا كندير هنا 4 كان عندكم كبار ديروا 2 بالي. القرفه والسكر هما هادو باش كنعسلو. واحد معلقه ديال الماء زهر. كناخذ من المرقه ديال اللحم شويه بالي البنات وكنكبو هنايا وكنخلي هذا البرقوق يتعسل. كما تشوفوا الكبيدات هنا عندنا اللوز اللي نقيته بالي وسقطرته من الماء حتى نشف. لحظه. الزيت انا ملي كنحط اللوز ما كنحطش في الزيت سخون كنحطو بارد هكايا. الزيت هنا عندنا بارد غنحط اللوز. ما غاديش نسخن الزيت عاد نحط اللوز البنات. علاش؟ حيت ملي كيكون الزيت سخون بالي. دابا هنا ندوزو البوطه. ملي كيكون الزيت سخون وكتحطوا اللوز كتحمر غير من الفوق ومن الداخل كتبقى ما طايباش. ومن بعد يعني اللوزه كتلوى ملي كتاكليها كتحسي بها ما طرياش يعني ما زويناش ما كتجيكش الماكله زوينه. ولكن الا درتيها مثلا في الزيت بارد وحطيتيها تحمر كطيب من داخل ومن براها. علاش كنديرها في زيت بارد؟ هنا المريقه كانت عندنا واجده اختارت بالي خصها تجي لهذا الشكل تكون معلكه مزيان بالي. الفوق اللي عسلت هو هذا كنخليه على هذا الشكل حتى صافي كينشف هكايا ويختار. اللوز اللي قليت راني حطيته والبيض اللي كنت حطيته تسلق. كما تشوفوا الكبيدات هو هذا عندنا اللحم بالبرقوق كنا وجدناه على الطريقه هذه بالي. كيوجد في البلاصه كما تشوفوا راه ما كيطلبش اكثر من نص ساعه هكا باللحم اللي كيطيب. ما بين توجدي داكشي راه عندك 40 دقيقه كاع. غير هو يبات اللحم مشرمل لديجه باش العطريه كتشرب مزيان بالي. وما بالنسبه للوز والبرقوق البيض راه ما كيعطلكش راه في البلاصه كيوجد. قلت علاش ما نشاركوش معكم. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم وشكرا بزاف.